قائمة المنتخب المغربي يغيب عليه ابراهيم دياس رغم انه سمعنا فما اتفاق، لكن وليد الركراكي قال ابراهيم دياس عنده ناسيوناليتي اسبانيول ناسيوناليتي ماروكان وعنده الوقت باش يختار. هل راوغ ابراهيم دياس الجامعة الملكية المغربية؟ ولا ما نقولش راهو ما قاعد يستنى في الكونفوكاسيون نتاع اسبانيا، كان ما عيطتلوش مره هذه ليكيب اسبانيا سيور باش يمشي ليكيب رغم انه سمعنا عديد الاخبار في الاعلام المغربي بانه ما عيط لبرشا جوارات جدد. ينتظر. فما مدافع نتاع برشلونه يلعب في الاصاغر، فعيط برشا ملاعبيه جدد. المنتخب المغربي القائمة فيها من 30 لاعب 22. قيل الاهلي المصري مهمته صعبت، مهمته تتعقد في التأهل للدور الثاني. خالد كما قلت كما تنبأت انت، الاهلي المصري ينهزم 5-2 ضد سان داونز مرة ثانية، سجل خماسية في شباك الاهلي، الفريق الافريقي الوحيد اللي في 180 دقيقة سجل 10 أهداف في شباك الاهلي المصري. بينه وبين الهلال السوداني 5 نقاط، بقى زوز مباريات مهمة صعيبة برشا، لأنه الهلال السوداني عنده مباراة مع كوتون سبور. لازم الناس تعرف يا اختي، حكينا لهنا عنا تو شهر، نحن اول عباد اول بلاتو حكينا فيه. قلنا راهو الاهلي المصري وقت خسرت ضد قلت فريق عادي انت. خسرت ضد الهلال، قلت لك راهو بالمستوى هذا ماهيش باش تترشح. صحيح ولا؟ انا اللي تفرجته معناتها فريق الناس كل تقول نادي القرن، وبالريكروتمون اللي عملته انت بيدك قلت نادي القرن. قلت معناتها بالريكروتمون اللي عملتهم معناتها تاكل 5 بونتو، وهذه المره الثانيه مع سان داونز اللي نعرفوا سان داونز عندها الهجوم ممتاز ووسط ممتاز، اما الدفاع معناتها هش معناتها ماهوش دفاع قوي. برونابل ترجع في سكور انا وبعد ديك دوزا وبعد ديك تاكل 5 أهداف. عندها انا بالنسبه لي انا المشدد في كلامي اللي الزمالك والاهلي ما همش يتعدوا التورس جاي. فريق الهلال السوداني اللي عنده 9 نقاط الثاني، 10 نقاط لسان داونز الاول، مازالوا مباراة مع سان داونز و مباراة مع الأهلي المصري، عفوا مش كوتون سبور، الأهلي المصري. دونك مهمة صعبة جدا لفريق الأهلي في التأهل للدور الثاني. 10 نقاط سان داونز 9 الهلال، الأهلي 4 نقاط وكوتون سبور 0 من النقاط، الحلقة الأضعف في المجموعة. الأهلي وحلم المرور للدور الثاني يتبخر نوعا ما زال زوج مباريات مهمة صحيح. تعقيبا على كلام خالد، أول حاجة الأهلي نعلم بالحق، ما احنا نعرفوه أهلي نادي القرن، نادي كبير، أقوى نادي في إفريقيا، لكن الأهلي حاليا هو أهلي المراحل. أهلي المراحل معناه مرة قوي، مرة نتائج متذبذبة، مرة عادي. يعني أنت بالنسبة للسنة الفاضلة الأهلي قاعد نازل، ماهوش قاعد، وترجع لعدة عوامل. الأهلي ترجع لعدة عوامل اللي هم أولها أهلي استغل نفوذه الجماهيري والمادي، خاصة المادي، لأنه ميزانية ضخمة في إفراغ النوادي اللي عندها مواهب كما الإسماعيلي. احنا إذا استثنينا النوادي الشركات اللي عندها استقرار مالي مريقله، ما عندهاش مشكله تنجم تخلص جوارات، لكن انت جيت تحكي على مثلا الجمعيات الاخرى كيما نادي الاسماعيلي. وقت شفنا نادي الاسماعيلي سقط وتبدلت النتائج نتاعه وفي ازمه، سقط الاهلي. ما عادش الاهلي ولد عنده سياسه جديده، سياسه الاحتكار. انا نشري لك الجوارات الكل، نستغل نفوذي نشري لك الجوارات الكل ونخليك انت في ازمه. ما كي انت في ازمه تخلي الجمعيه ذيك في ازمه وجمعيه ذيك في ازمه وجمعيه ذيك في ازمه، ما عادش حتى الريتم تاع البطوله ما عادش ما فماش توازن. كي تجي انت ترجع للاسماعيلي، انا ماهيش مثلا الاهلي هذه ماهيش الاهلي نتاع 2005 اللي فيها ابو تريكه وبركات ومتعب وكذا. لا، الاهلي هذه نحن نحكيو على الاسماعيلي، كي تحكي على الاسماعيلي تقول شريف عبد الفضيل. لا شريف عبد الفضيل لا، هي الاهلي، نجاحات الاهلي وتتروات الاهلي فيهم جانب يحتسب، جانب كبير منهم. شوف الملاعبين نتاع الاسماعيلي، سامحني يا قربي، الملاعبين الاسماعيلي هم اللي صنعوا لها الربيعه نتاعها من 2005 ل 2009 و2010. شوف لحظه، قلت شوف بركات، متعب، سيد معوض، لا مش وائل قبع، مش تاع الاسماعيلي، متولي، عبد الله السعيد، حجازي، عمرو السوليه، يعني اسامي رنانه حتى في المنتخب. شوف امين باش نكمل على كلام محمد،
تفهم انت الكره المصريه معناتها تحسها ماهيش في اوج العطاء نتاعها. تشوف من المنتخب المصري ما مشاش كاس العالم، المنتخب الاصغر اللي تنظمت في مصر في بلادهم ما وما ترشحش ترشحتش. للمونديال. الزمالك البارح خاسر 2 بلاش، رفيق كابو سجل هدف خاسر 2 بلاش مع انبي. كيما داو بالشدال الفريق الوحيد اللي تحسه بين قوسين تحسه معناتها ستابل هو بيراميدز اللي قاعد يقدم في مستوى. أم بالنسبه لي انا الاهلي تمر في فتره بالنسبه لي انا فتره انتقاليه، فما برشا ملاعبيه كبرت في العمر. المدرب انتقادات كبيره للمدرب، مدرب ماهوش لاقي روحه. الاهلي مع موسيماني افضل. حكيت المدرب صحيح قربي قاعدين يتكلموا في اونترنور. فما شكون المدربين والاسماء اللي اتصلت بها اداره النادي الاهلي حاليا قاعدين عاملين قنوات اتصال ما بين مدرب سان داونز واونتر بارونداز الحالي بعد ما خذوا موسيماني بالضبط تويك يحكي مع سان داونز وانتر بارونتيز مدرب سان داونز عمره 36 سنه. 36 يا سي صغير اصغر من سي وديع بالله نداء يا سي وديع صغير زويته ما بالله لحظه يا سي وديع يا سي وديع يرحم والديك نحترموك اما عجل لنا رانا الناس كلها خذت قعدنا احنا 55 سنه واحد باش يكور بشيريني. اقاله صغير زويته لاسباب ما نعرفوهاش شنو اكتشفناها من تدوينه لوديع الجريكي قال المدير الفني السابق. تفضل ويل ستيل هذا المدرب نتاع ويل ستيل المدرب نتاع رامس اللي عمل 13 ماتش. مدرب نتاع رامس رامس اللي ما خسر حتى ماتش 19 ماتش حتى فريق في الشامبيون دوروبا عملها اللي هو وما عندوش الشهاده نتاع المدربين وكل ماتش رامس تدفع عليه في 22,000 يورو خطيه. مدرب رامس الفرنسي قداش قلت عمره انت؟ ما قلتش عمره 30 الله معناها عمره 30 وحتى فريق من معناتها الدوريات الاوروبيه ما عمل بيرفورمانس كيف هو